الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله الواحد القهار العزيز الجبار. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وخلعت علينا خلعة الإسلام خير لباس. ولك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلاة ربي وسلامه على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا به السيئات، وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، واجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، وإليك في جميع أمورنا راجعين.
اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وبدنا على طاعتك صابرا ولسانا صادقا ذاكرا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمتك مثنين عليك قابليها وأتمها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا يا رحمن إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه كان معنا في رمضانات سابقة إخوة وأخوات لنا في مثل هذه الليلة وقد فرق الموت بيننا وبينهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل من الرحيق المختوم شرابهم ومن السندس الأخضر ثيابهم. اللهم انقلهم من مراتع الجود إلى جناتك جنات الخلود يا غفور يا ودود. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في ضعف موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة. اللهم نجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت الوجوه. اللهم بارك لنا في أنفسنا وأسماعنا وأبصارنا وخلقنا ومحيانا وعملنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا. نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون
وقد تعرضنا لعفوك وثوابك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إليك قصدنا بحوائجنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقتنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإنا مقرون بالإساءة نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. اللهم إنا قد تولينا صوم شهرنا وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك، إليك تعرضنا ولمعروفك سألنا ولبابك قرأنا، فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا، واقبل صيامنا وقيامنا، وأسعدنا بطاعتك للاستعداد لما أمامنا، واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية، وأعد رمضان علينا أعواما متتابعة، وارزقنا الزهادة في الدار الفانية، وارفع منازلنا في جنة عالية. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، إن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوصائف دينك القويم. اللهم وفق ملك بلادنا لما تحبه وترضاه، أريه الحق حقا وارزق اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزق اجتنابه، واجعل هذا البلد سخاء رخاء بحفظك وسائر بلاد المسلمين. اللهم دمر المنافقين والكافرين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون أولياءك الموحدين. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا. اللهم اجعل ختمتنا مباركة على من قرأها وحضرها وجمعها وأمن على دعائها، وأنزل اللهم من بركاتها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في دورهم. اللهم إنك حببت القرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقنا، وأنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراءك، وأنت حق بالتطول فتصدق علينا، ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، وأنت أحق بالعفو والكرم فاعف عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رد شباب المسلمين إلى المحراب وفتيات المؤمنين إلى الحجاب، اللهم رد شباب المسلمين إلى المحراب وفتياتهم إلى الحجاب. لا إله إلا الله عدد ما سار على الأرض ودرج، الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أوصدت الأبواب،
وتخلى عنا الأهل والأصحاب، يا فرجنا إذا أوصدت الأبواب، وتخلى عنا الأهل والأصحاب. تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. جئناك في هذه الليلة نرجو رحمتك ونخشى عذابك، يا الله لا تردنا خائبين ولا من باب عفوك وكرمك مطرودين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم ورضاهم أحياء وأمواتا. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم من كان منهم حيا أعنا على طاعته وبره في رضاك، ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم واجعلهم من الراشدين، واجعلنا وإياهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ول الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوة ينامون ويستيقظون على أصوات التدمير والتقتيل، اللهم احفظ عليهم دينهم وتقواهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وتقواهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين وأعدائهم. اللهم احقن دماءهم وفك أسراهم وداوي جراحهم، اللهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم، اللهم يتموا أولاد المسلمين فيتم أولادهم، ورملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم. اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. يا ودود يا ودود يا ذا العزة والجبروت، يا من حفظت موسى في اليم والتابوت وأمنت يونس في بطن الحوت، وبرحمتك نجيت محمدا صلى الله عليه وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت. اغفر لنا وارحمنا فأنت الحي الذي لا يموت. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت الحق وقولك الحق المبين. قلت في محكم التنزيل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أنخنا مطايانا ببابك ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإنك إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا رب العزة يا الله، أوصدت الأبواب إلا بابك، وانقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك. يا رجاءنا يا رجاءنا يا رجاءنا، تب علينا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. جئناك مقرين بذنوبنا فاغفر ذنوبنا. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا. اللهم ندعوك دعاء المضطرين إليك، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين المقرين بذنوبهم. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا ممن أصاب ووفق لليلة القدر يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين.
جئناك بقلوب صادقة مؤمنة بك متوكلة عليك، فلا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. هذا ثلث الليل الأخير، هذا ثلث المستغفرين، هذا ثلث التوابين، هذا ثلث السائلين. نسألك مسألة المضطرين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من باب عفوك وكرمك مطرودين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وبني إخواننا وبني أخواتنا وأعمامنا وبني أعمامنا وعماتنا وبني عماتنا وخالاتنا وبني خالاتنا وأخوالنا وبني أخوالنا وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات. اللهم علمك بأحوالنا يغنيك عن سؤالنا، اللهم علمك بأحوالنا يغنيك عن سؤالنا. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، فإنك تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكن معنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم جنبنا شر الشريرين والشريرات، وسحر الساحرين والساحرات، وعين العائنين والعائنات، وكيد الكائدين والكائدات، وخيانة الخائنين والخائنات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. لا إله إلا الله عدد ما خلق، لا إله إلا الله ملء ما خلق، لا إله إلا الله عدد كل شيء، لا إله إلا الله ملء كل شيء. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.